انا كيحيى اتربيت في صاله صغيره في سيدي بشر في شارع القاهره. اشتراكه كان ب 200 جنيه في 2013 وكان ده اللي اقدر عليه ساعتها. مرات كتيره كنت بستلف فلوس من اخويا في تانية ثانوي بس عشان اروح العب ماتش مثلا زي اللي كان في السويس مع الكرو عمر نعيمي، وكان معايا يحيى سماحه وميدو مرسي. والله يا صاحبي كنت بروح من غير فلوس اكل، كنت بروح يا دوب بفلوس الباص وفلوس اشتراك البطوله. الصاله بتاعتنا كان فيها تكنيك محترم، كابتن هلالي كان شاطر في التاسيس والتكرارات وان هو ياسس فايتر، بس عمرنا ما كنا نعرف يعني ايه كونديشننج او تغذيه، ريكفري. الكلام ده كبير علينا، واللي هيعمل لك الكلام دوت هيبقى عايز حق ان هو مديهولك او ان هو يعمل لك بروجرام معين على مقاسك، وده صعب بالنسبه لكان واحد يا دوب بيعرف يدفع 200 جنيه يعني في الشهر. كنا ننزل اول جوله كلنا بنتحرك وحوش بروفيشنال. تاني جوله بقى كتافي بتهبط مني، نفسي بيقع، ايدي بتترعش، الاعصاب بتسلم، واحنا بقى بتوع اسكندريه كلنا كان دايما حظنا بيقع مع عيال جايه من الغيط، اتربى على لبن الجاموسه، رادع من البقره، اشتغل بفاس، بياكل اكل بلدي نضيف، عيل جدر يعني متربي في الارض، لا بقى بروتينات ولا همبكه. ايه هو مفيش غيره ولا ايه؟ مفيش غيره متصيط ولا ايه؟ سيبونا في حالنا بقى. ولا الكلام دوت. بس الولا ايه، وتد واقف، مهما كنت اذكى منه التكنيك مش كفايه قدام عيل قطر عجل. كنت دايما بسال صاحبي انت بتتضرب في الفك، انت مش بتقع ليه؟ مش عايز يموتك تستعرف، عامل زي البورس. ساعتها بقى كنت شايف ان الموضوع دوت منتشر في مصر كلها، اللي حظه هيقع مع عيل فلاح مهما عملت هو هياخد الماتش. الموضوع بقى انترناشونال امتى بقى؟ لما ظهر المعلم ميراب بقى موجود في اليو اف سي وبدا نجمه يطلع ويظهر. الدنيا بدات تاخد بالها. ايه اللي بيميز ميراب؟ مش التكنيك على فكره، بس كلهم تمام، كلهم عندهم تكنيك، لكن اللي بيميز ميراب الكارديو بتاعه. بيتر يان مافيا مجرم، انا بالنسبه لي ده قدوتي. بيتر يان محدش زيه في التكنيك، لكن انت ازاي عرفت تكسب بيتر يان؟ ازاي اول جوله ادائك فيها زي اخر جوله؟ ازاي جسمك ما بيقعش؟ ازاي نفسك ما بيقعش؟ حمزه شمايف بيقع بعد اول جوله، ميراب نفسه واداؤه وعضلاته هم في الخمس جولات. الجواب بسيط جدا، الكارديو بتاعك، التحمل العضلي، القوه والقوه الانفجاريه بتديك افضليه على واحد التكنيك بتاعه اعلى منك حتى لو التكنيك بتاعك متوسط. وده اللي كنت بشوفه طول عمري قدامي هنا في مصر بس ما كنتش فاهمه. التكنيك مهم جدا، لكن الجسم هو اللي بيخليك تتحمل، هو اللي بيخليك تقف لاخر جوله. الام ام اي مش رياضه تكنيك بس، الام ام اي رياضه عن مين هيفضل واقف لحد اخر دقيقه. بس اللي حصل امبارح كان مختلف. بيتر يان كان قوي قوي، نفسه حاضر للاخر، جسمه تمام لحد اخر راوند. زائد على ده التكنيك بتاع بيتر يان خلى العجل مراب مش عارف يركز في الماتش، مع ان الكارديو بتاعه كان حاضر لحد اخر لحظه. هي عضلاته تمام موجوده في الماتش، بس المره دي التكنيك خلى مخه هو مش موجود في الماتش، خلاه يدعم من كتر الضرب على وشه. 5 جولات بلا منازع لبيتر يان. بس بيتر يان عرف ايه النقطه اللي خلته يقع في الماتش اللي فات ولعب عليه، الكونديشننج الصح. هو ما زودش اي حاجه، هو نفس التكنيك بتاعه، وهو نفس بيتر يان اللي ممكن كان يهزم ميراب في الماتش الاولاني. عرف بس المشكله فين وحلها، وهو ده المطلوب.